الشيخ شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أشكرك على 25 دقيقة وأنا أنتظر الإيفاء بها إن شاء الله حتى تكمل حديثي مع أحبتي. لك ال 25 دقيقة سماحة الشيخ شهيد، شريطة أن تأتي بأقوى دليل وتشرح السادة المشاهدين هذا الدليل في محورنا. يعني لك هذا بشرط كما قلت، يعني أن تجيب على سؤال الشيخ عدنان، لأنه قد سئل بالأمس وقد أجاب، وأنت كنت قد اتهمتنا أول أمس أنك في موقع المجيب فقط، يعني والشيخ عدنان يسأل. فأنا في نهاية حلقتي لو تتذكر قلت لك ننتظرك غدا سماحة الشيخ شهيد اللي هو حلقة الأمس، وأنت الذي تسأل وعدنان الشيخ عدنان يجيب. فاليوم هو سأل بالأمس، سأل سماحة الشيخ عبد الحميد، اليوم سؤال الشيخ عدنان أقوى دليل لديكم حتى ننهي، لأن احنا هننهي اليوم الإمامة، فإذا لم تأتي بأقوى دليل لديك فقد ضاعت الفرصة على إخواننا الشيعة، فأنا يستمعوا إلى هذا الدليل وهذا شأنك. لك ربع ساعة، لك 25 دقيقة بالفعل إذا ما كانت حول هذا المحور الذي أو هذا السؤال الذي طرحه سماحة الشيخ عدنان أو فضيلة الشيخ عدنان. تفضل سماحة الشيخ. احسبوا أخوتي أيها الأفاضل 25 دقيقة من الآن سأتحدث بالأدلة إن شاء الله ولن أخرج عن الأدلة دون شبهات كما قلت، وفي الأساس وفي محور الحلقة. يعني سنترك لأن البرنامج سماحة الشيخ شهيد لسه لا تقلق، سنبدأ وقتك منذ أن نقول لك تفضل دون شبهات، لسبب ليس لأننا أو لأن الشيخ عدنان يخاف من الشبهات، لكن الشبهات في حلقات ستأتي فيها، يعني سماحتك فبعد إذن حضرتك نلتزم بسؤال الشيخ عدنان أقوى دليل لديك، لأننا سنغلق هذا الملف، وفي حالة عرض شبهة حول أي موضوع خارج ما سأل عنه الشيخ عدنان سنأخذ من وقتك للشيخ عدنان، لكن لك 25 دقيقة 5 أمثال وقته. تفضل. اسمعوا أيها المستمعين، اسمعوا بعد قليل أيضا سيشاركه الشيخ عدنان العرعور للمقاطعة أيضا، وستنتهي المحاورة دون 5 دقائق ولا تنتهي أبدا ولا تصل إلى 20 ولا إلى 25. الآن أتحدث عن الأدلة دليلا واحدا بعد آخر إن شاء الله، ولن أخرج حتى لا تقاطعوني وحتى لا تعطوا الوقت الكامل كل وقت الحلقة للشيخ العرعور. اسمعوا أحبة السنة أخواني الأحباء الأدلة على إمامة أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه، لأننا نتعبد الله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نحن نطيع الله ونطيع الرسول إن شاء الله، وما قاله الله وما قاله الرسول لابد أن نمتثله مهما كان ذلك القول ومهما طلب منا من أمر أو نهي. الدليل الأول أيها الأحبة الذي عرضناه أمام حضراتكم وإلى الآن لم نجد من الشيخ الفاضل ردا عليه ولا سمعنا تفسيرا له حقيقة إلا الاستنكار. أنا أنكر. هل تسمعون أيها الأخوة ماذا يقول الشيعة؟ الدليل الأول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طبعا الدليل هذا يعتمد على قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، لأننا سمعنا كلاما جديدا من فضيلة الشيخ في الحلقات السابقة أن بعض الآيات لا هي محكمة ولا هي متشابهة، وهذا قول جديد لم نسمعه من أهل العلم، وأظن أن الشيخ قد شط في ذلك وجاء بمعلومة جديدة لا يعرفها عالم فضلا عن شخص متعلم. على كل حال هذه الآية قال ابن عساكر عندما استعرضها، وهو من علمائكم أيها الأحبة السنة في تاريخ مدينة دمشق. اسمعوا أيها الأحبة الأفاضل، اكتبوا هذه الأدلة. تاريخ مدينة دمشق كتاب لابن عساكر العالم السني في جزئه 52 الصفحة 60 قال قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عندما جاء بهذه الآية جاء بكلام من الفضيل بن عياض. قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة يعني وكلمة مسموعة عند الناس
هكذا يريد كلمة مسموعة عند الناس، لم أجعلها إلا في إمام. لذلك قال عنه ابن المبارك عندما سمع منه تلك الكلمة، وابن المبارك الذي قال عنه ابن حجر في التقريب ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. هكذا كانوا يقولون، حتى أن يحيى بن معين ذلك العالم الرجال الشيعي يقول كان ابن المبارك كيسا متثبتا ثقة، كان عالما صحيح الحديث. هكذا كانوا يقولون عن ابن المبارك. ما الذي قال لذلك الفضيل بن عياض عندما قال لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام؟ قال له يا معلم الخيرات، يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ فعلا السلطة كانت لا يمكن أن يتحدث شخص عن آية يجعلها في إماما من الأئمة. الطرق الكثيرة جمعت 14 طريقا حديثا من طرق إخواني السنة من أحاديث السنة، وكذلك جمعت الكثير من أحاديث الإمامية الشيعة الصحيحة التي تثبت أن هذه الآية نزلت في علي وآل بيت علي. الحديث الأول حتى يتبين أخوة الشيعة فقط أنه حديث صحيح في الكليني فليراجعه الشيخ إذا أراد. قال الحسين بن أبي العلاء ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام قولنا في الأوصياء أن طاعتهم مفترضة يعني واجبة. قال فقال الإمام نعم، هم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. على كل حال هذه الآية أكد الإمام صلوات ربي وسلامه عليه أيها الشيعة أنها نازلة في أهل البيت في علي وأولاد علي، والصحيحة الأخرى أيضا التي دلت في كتاب الكافي للكليني أن هذه الآية نزلت. سألت أبا عبد الله عن قوله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال نزلت في علي والحسن والحسين. فقلت وهذا هو الإشكال الذي يدندن عليه الشيخ وغير الشيخ من أحبة السنة. أردت بيانه من خلال هذا الحديث وأردت إجابته من خلال هذا الحديث. أيها الأفاضل السنة، هذا السؤال الذي يقول أن عليا لم يذكر في القرآن هذا ليس جديد وليس من جيب الشيخ العرعور، ولكنه كان استشكالا قديما رده أئمتنا صلوات ربي وسلامه عليهم. نسمعوا ماذا يقول الإمام الصادق. قال نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب. فقلت السائل أبو بصير يقول فقلت إن الناس يقولون فما باله لم يسمي عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل. فقال الإمام قولوا لهم إن رسول الله نزلت عليه الصلاة ولم يسمي الله لهم 3 ولا 4. صلاة الصبح سماها رسول الله، بينها صلاة الظهر صلاة العصر المغرب العشاء، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يفسر لهم. نزلت الزكاة كذلك في القرآن ولم يسميها لهم، وكذلك نزل الحاج وبينه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ولذلك الله يقرن طاعته طبعا بطاعة الرسول الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه الآية أول آية من الأدلة التي قلنا أنها نزلت في علي. لننتقل لكم أيها الأحبة السنة ولننظر إلى علمائكم القدماء السلفية الحديثة. علماؤكم القدماء ماذا يقولون عن هذه الآية؟ إبراهيم ابن محمد الحمويني من أعيان علماء خراسان يروي قال يروي عن سليم بن قيس الهلالي قال رأيت عليا عليه السلام في مسجد رسول الله بخلافة عثمان وجماعة يتحدثون ويتذاكرون، إلى أن قال أمير المؤمنين فأنشدكم الله أتعلمون حيث نزلت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وحيث نزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ماذا قال الناس؟ قال له الناس يا رسول الله خاصة في بعض المؤمنين أم عامة في جميعهم؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن يعلمهم ولاة أمرهم وأن يفسر لهم
من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم وزكاتهم وحجهم إلى آخر الحديث. قال الإمام ونصبني للناس بغديركم. هذا الدليل الأول ذكره صاحب المناقب. اكتبوا أخوة السنة أحبتي الجزء الثاني صفحة 219، وذكره الحنفي في ينابيع المودة لذوي القربى في جزئه الأول الصفحة 341. هذا الدليل الأول سقناه لكم أيها الأحبة، الآية القرآنية وتفسير الرسول من السنة والشيعة. حسين 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 حسين